قد إيه ممكن زوج إماراتي مليونير يصرف على مراته الحلوة قوي؟ المؤثرة سودي وجوزها المليونير الإماراتي جمال ممكن يردوا على السؤال ده. هما اتنين متجوزين عايشين حياة مليانة فلوس، وبيدفعوا وبيصرفوا من غير أي حساب. الزوجين دول ما بيكتفوش فقط إن هما يدفعوا فلوس بس، بيصوروا لحظات كتيرة قوي من حياتهم وبينشروها على حسابهم على الانستجرام. فمثلا بيشربوا قهوة فخرة بتتكلف $200 بعد عشاء فاخر كلفهم $1500. ولما بيروحوا شوبينج ممكن يوصل إن هم يدفعوا في الشوبينج مرة واحدة $50,000. دول في مرة راحوا رحلة لأوروبا وصرفوا حوالي $500,000. بس هل بتعيش الأمورة دي بكل الفلوس دي سعادة دايمة؟ سودي كانت بتقول إنها كانت كل ما تتخانق معاه كان جمال بيسحب الفلوس من حسابها أو بيبطل يصرف عليها. ده في مرة رجع منها $3 مليون بسبب خلاف على رحلة بحرية حوالين جنوب فرنسا، وده خلاها تحس بالإهانة والسوء. ولكن المؤثرة كتيراً ما بتطلع وبتتكلم مع المعجبين بتوعها وبتطلب منهم إن هم يحتفظوا بحياتهم وما يبصوش على حياتها الخاصة. دي أعلنت في مرة بصراحة إن هي متضايقة قوي من الناس اللي بيحاولوا يتصلوا بيها لمجرد إن هم عايزين يقابلوا جوزها الإماراتي الغني. وكمان بتعلن إنها بتكره الناس اللي بيعملوا حسابات مزيفة وبيفضلوا يبعتوا لها رسائل كراهية عشوائية بشكل يومي. وكتير قوي بتبعت للمعجبين بتوعها رسالة إنها بتستمتع بحياتها مع جوزها المليونير ومش عايزة تغير حاجة. فهي زي ما بتقول بتفضل إن هي تعيط في سيارتها البنتلي على إنها تعيش مع ناس كتير قوي وتعيط في وسائل النقل العام. هما بيستمتعوا بحياتهم ورحلاتهم الكتيرة، وبتستمتع إنها بتشتري المشغولات الذهبية الفخمة والإكسسوارات النسائية الغالية جداً، وبتستمتع برحلاتها المتكررة لأوروبا واللي كان آخرها للنرويج اللي وقفت فيها عشان تلعب وتستمتع بالجليد. اللي بيصرفوا الزوجين دول على الأكل يومياً ممكن يبقى دخل سنوي لشاب. أما رحلاتهم الشهرية فهي ممكن تتجاوز مستحقات التقاعد لمعظم موظفي العالم. As a millionaire's wifey, the most basic gift you can get someone for Valentine's Day is flowers, and they are literally so overrated. They end up dying anyway, and my millionaire hobby always gives them to me on a daily basis too, which is why he decided to surprise me with a Valentine's Day shopping trip abroad. He literally woke me up at 4 a.m, told me to pack for somewhere cold, and here I am. And of course we're flying fast because today is my day, and there is no easy way to say this, but I am meant to be cherished and adored. في يوم راس السنة الميلادية الماضي قضوا اليوم ده في دبي اللي كان مليان احتفالات وهمية والمأكولات العالمية والمشروبات اللي ملهاش مثيل. هما بيشاركوا أغلب لحظات حياتهم المميزة اللي بتستحق الاحتفاظ، زي إن هما يشتروا جزم فخمة، هدايا قيمة وغالية قوي، سيارات فارهة، الأطعمة المميزة، ورحلات مختلفة حوالين العالم كله.